هعمل النهاردة معاكم حواوشي بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هياخد منك وقت ولا مجهود، وهيبقى طعمه تحفة، وهتجيبيه هتعمليه احسن من بره 1000 مرة، وهتوفري وحاجة نظيفة وعمايل ايديكي واولادك هيحبوه. والطريقة ديت اول ما تعرفيها مش هتبطلي تعمليها من سهولتها وطعمتها، وطعمه جنان وبيبقى تحفة. وشايفة زي ما انت شايفة كده ما شاء الله، واخد لون من فوق ومن تحت، واللحمة مستوية وكل حاجة فيه مظبوطة، والتوابل اللي فيه والبهارات وكل حاجة ما شاء الله، حاجة كده زي الفل. ولو عايزة تعمليه بعيش الصغير اللي هو بتاع الحواوشي اللي بتجيبيه من بره، ممكن تقولي ليه بتاع الفرن يعمل لك عيش مخصوص له، بس انا عملت بالعيش اللي انا جايباه بتاع الفرن. هقولك دلوقتي خليكي بقى معايا للاخر، وهقولك على كل حاجة وازاي عملته، وطلع معايا زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. ودي الكمية من نص كيلو لحمة بس، عملت معايا الكمية اللي انت شايفاها كده، حاجة كده مبروكة وزي الفل. هنبدأ مع بعض دلوقتي وهقولك كل حاجة بالتفصيل. اول حاجه كده هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انا قلت لك في الاول، خطواته بسيطه وسهله، والكميه زي ما انت شايفه بس من نص كيلو لحمه، عملت معايا حوالي 10 ترغيفه حواوشي، حاجه كده مبروكه. هقول لك دلوقتي المكونات زي ما انت شايفه كده. اول حاجه بنجيب نص كيلو لحمه، واللحمه يا ريت تكون فيها زي نسبه دهن بسيطه كده عشان تدي معاكي طعم حلو للحواوشي. انا هنا جايبه نص كيلو مفروم، لو عايزه تعملي كيلو مفيش مشكله، ضعف الكميه. عايزه تعملي نص هتطلع معاكي الكميه اللي انا عملتها. وهنا معايا طماطمايه كده، بس اهم حاجه تكون جامده وتقطعوها مكعبات، ومعايا شطه مقطعاها. ودي التوابل بتاع الحواوشي، وملح وفلفل. بتقولوا له عايزه توابل حواوشي. وديت عندك بقدونس او كزبره خضره يعني. والبصل حوالي 5 بصلات مفرومين، وبصفيهم كويس قوي من الميه بتاعتهم. اول حاجه هجيب اللحمه المفرومه كده زي ما انت شايفه اهي، دي النص كيلو لحمه. وزي ما قلت لك وانت بتفرميها، خلي الجزار يحط لك فيها حته دهن كده عشان تبقى معاكي حلوه في الحواوشي. ودول ال5 بصلات، وزي ما قلنا بنبقى عصرينهم كويس، ما فيهمش ميه خالص، عشان وهم بيستووا ما ينزلوش الميه بتاعتهم في الرغيف ويخلوا الرغيف بتاعك يعني ايه، مهري كده وطري. لا، احنا عايزين نعمله ناشف وحلو ومقرمش كده زي اللي بنجيبه من بره. ودي التوابل زي ما قلت لك من عند اي عطار، بتتعاملي معاه تقولي له عايزه بس توابل حواوشي، بتبقى شامله كل حاجه بقى. تمام. وملح والفلفل. وديت شطه انا عاملاها في الكبه مقطعاها. وزي ما قلت لك برده على الطماطمه، بتبقى جامده علشان ايه ما تبقاش طريه معاكي، لا بتبقى جامده وتقطعها مكعبات كده. تمام. وهنا ديت زي ما قلت لك يا كزبره يا بقدونس اللي تحبيه، بناخد منهم شويه كده بنحطهم عليه، ونبدا نقلب كويس. وطبعا بتبقي ظابطه ملحك كويس، يعني لو قلبتي كده ولقيتيها محتاجه ملح، ظبطي ملحك وانتي بتقلبيها كده. هنا بقى بعد ما قلبتها خلاص زي ما انت شايفه اهو، دي الكميه اللي طلعت معايا. هكون جايبه العيش بقى. العيش بقى اول ما بتجيبيه بتفتحيه على طول، علشان اما بتحطيه على بعضه كده بيبدا ايه يقفل على بعضه كده، فهيغلبك شويه اما تيجي تفتحيه. انما اول ما تجيبيه افتحيه على طول كده بالمقص، وسهل خالص وما بيتعبش في اي حاجه. انا فتحت حوالي 10 رغيفه زي ما انت شايفه كده. لو انت بقى وصلت لحد هنا ولسه جديده في القناه وما تعرفينيش، انا رانيا ودي قناتي، بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه على قد الايد. يا ريت تشتركي في القناه، تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا في القناه ما تنسيش باللايك وتقولي لي رايك في الكومنتات. هنا بقى خلاص بعد ما فتحت العيش كله بالمقص اهو، فتح معايا بسهوله خالص وما تعبنيش. هبدأ بقى اجيب صينية معايا، وهنا هتحطي سمنة على زيت او زيت بس او سمنة بس اللي يريحك. بالفرشة كده في ارضية الصينية بنحط كده عشان يبقى معانا من تحت كده اما يجي يحمر يدي الزيت او السمنة تحمره كويس معاكي. تمام اهو. وهبدأ بعد كده بقى هاخد واحد واحد واعبيه، طبعا احط فيه اللحمة المفرومة اهو، انا مجهزاه وفتحاه اهوت.
هاخد منه على طول، وتحطي الكميه المناسبه بتاعتك تحطي. عايزه تقللي العيش عن كده قللي، عايزه تزودي الكميه زودي، يعني بصي على حسب عدد اسرتك وعلى حسب الكميه اللي انت هتاكليها ابداي اعملي. بس اهم حاجه حطي اعمليه بنفس الطريقه، والتوابل والحاجات اللي انا حطاها دي كلها ما شاء الله طعمه تحفه وجميل وريحته جميله كانك جايباه من بره، واحسن كمان لان بره طبعا مش بيحط الحاجات دي كلها، هو بيحط لك بصل وملح واللحمه وخلاص. انما هنا احنا بنحط كل حاجه وبعمايل ايديكي، حاجه مضمونه وعارفه اللحمه مصدرها ايه وجايباها ازاي، مش بتجيبي اي حاجه من بره وخلاص ما بنبقاش عارفين هي اللحمه دي نوعها ايه ولا كده. تمام. وطبعا بتبقى الرغيف حته كده صغير خالص مش بيشبع وغالي على الفاضي، لا احنا هنعمل كل حاجه في البيت واقتصاديه وعلى قد الايد زي ما انا معوداكم في القناه. هنا بقى خلاص انا كنت عملت الكميه كلها، بس الصينيه خدت معايا 3، فهبدا اوزع في الصواني كده اللي عندي واحط في الفرن. هنا اول حاجه بقى بعمل بالفرشه كده وشه زي ما اتفقنا، عايزه تحطي وشه زيت تحطي زيت، على سمنه تحطي سمنه، بس اللي يريحك. تمام. بالفرشه كده بنوزع، وبعد كده بقى بنحطه في الفرن ونهدي عليه خالص ونسيبه براحته خالص لحد ما اللحمه من جوه تستوي ويبدا ياخد معاكي لون. انت بتقيدي الارضيه، لو الشوايه مش بتقيد مع الارضيه ايد الارضيه، وبعد ما تستوي خالص وتاخد لون من تحت ابداي اطفي الارضيه وايدي الشوايه زي ما انا عملت عندي، لان الفرن مش بيقيد فوق وتحت اهو زي ما انت شايفه كده. حطيته في وسط الفرن اهو وقيت طول الارضيه بس، وبعد كده اما بتبدا تستوي وتاخد لون والرغيف يحمر من تحت بطفي واقيد له من فوق. وكده بقى خلاص الكميه كلها ايه ما شاء الله حاجه كده زي الفل. دول 10 رغيفه من نص كيلو لحمه كده ما شاء الله، وطعمه حكايه صدقيني والله. لو جربتيه بالطريقه دي مش هتبطلي تعمليه من كتر حلاوته، وهيبقى احسن من الجاهز 100 مره، ومش هتشتريه من بره تاني. اهو شايفه ما شاء الله وخد لون معايا من فوق ومن تحت. وتفتحيه كده، وممكن بقى تاكلي جنبه، تعملي جنبه سلطه طحينه، تعملي سلطه عاديه، تعملي بطاطس شيبس، تحطي جنبه كاتشب زي ما تحبي تاكليه، تحطي جنبه ترشي، يعني زي ما تحبي تاكليه. هو بصراحه بيفتح النفس لوحده اهو. وتبقي مجهزاه كده، وممكن تجهزيه وتحطي اللحمه في رغيف عادي وتسيبيه في الصواني، ووقت ما تيجي تاكلي تشغلي الفرن تسويه يطلع معاكي سخن ويبقى طعمه ما شاء الله زي الفل. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو وعجبتك الطريقه ما تنسيش تقولي رايك في الكومنتات، وتعملي لي لايك كده، وتستنيني في وصفه جديده سهله وبسيطه واقتصاديه وعلى قد الايد ان شاء الله. ويا رب الطريقه تكون عجبتكم اهو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة، ومع السلامة. معلش بس حبيت اوريهولكم كل تفاصيله، واشوفكم على خير مع السلامة.